برنامج سامي والناس برنامج ثقافي اجتماعي رياضي فني لخدمة المجتمع المصري، يناقش كل قضايا المجتمع المصري ويعرض كل الحالات الإنسانية، كما نعرض كل الفقرات الثقافية والفنية من معارض فنية تشكيلية ومن مواهب غناء وشعر وجدل وإنشاد ديني وقصة وتصوير إلى غيره. برنامج سامي والناس في خدمة المجتمع المصري. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الاسبوعي المتجدد دائما معكم في برنامج سامي والناس. الحقيقه النهارده عندنا حلقه جميله جدا، حلقه مهمه جدا، خصوصا في افتتاح معرض فنانين في حب مصر اللي انا قمت بتنظيمه وتنسيقه والاشراف عليه برعايه برنامج سامي والناس، وفعلا اللي ضم عدد كبير جدا من كل الفنانين والفنانات اللي هم شاركوا معانا بكل لوحاتهم الجميله والرائعه من الناحية الفنية فعلا اللي نالت على إعجاب الناقدة والدكتورة فينوس فؤاد وكيل أول وزارة الثقافة، واللي قامت بافتتاح المعرض، وكان لنا شرف وجودها معانا وبيننا في معرض فنانين في حب مصر الذي أقيم بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بالحضور المشرف للأستاذ الدكتور عادل بدر أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، وكل الفنانين فعلا الجمال اللي شاركوا معانا بالقيمة الفنية في لوحاتهم فعلا اللي نالت على إعجاب كل الجمهور. وكانت من الأعمال الجميلة والمتميزة في المعرض هي الفنانة هبة سالم، الفنانة العالمية صاحبة الذوق العالي في استخدام الألوان واستخدام كمان كل أنواع الرسم في البورتريه والطبيعة الصامتة، وكمان اللوحات الفنية الجميلة الرائعة اللي بتجيبها لنا من الطبيعة باستخدام البستل والألوان المائية والألوان الزيتية. كانت من اللوحات المتميزة جدا في المعرض كمان لوحة الفنانة المبدعة غادة سليمان، فعلا اللي عملت لنا لوحة تحفة وجميلة جدا بتحس فيها كل الدول العربية، خصوصا للوقوف جنب القضية الفلسطينية. وكان من روائع اللوح اللي اشتركت معانا في المعرض هو الفنان المبدع والرائع طارق سلامة حسن اللي رسم لنا لوحة من أجمل اللوحات، وكمان الفنان أبو زيد عبد الحليم اللي رسم فعلا لوحة بتدل على الطبيعة والمناظر الطبيعية، والفنان رمضان أحمد يونس اللي جسد لنا جزء جميل جدا من تراث الفيوم في السواقي والمية. مساء الخير، اتعرف بيكي؟ هبة سالم، فنانة تشكيلية. اهلا بيكي يا هبة، ممكن تقولي لي اللوح بتاعتك دي كلها الاربعه دول بيعبروا عن ايه؟ تقصدي الخامات يعني ولا الرسم نفسها؟ مفيش، دي طبيعة صامتة بقلم واحد رصاص 6 بي معتمد على التفاصيل. ايوه. والخامة دي خامة باستل، لوحة الطفل الباكي. تمام. واللوحة دي ألوان مائية. ايوه. واللوحة دي عصفورين فان جوخ ألوان زيتية. تمام. ده أول معرض ليكي ولا أنت اشتركتي قبل كده في معارض؟ ده أول معرض ليا. وإن شاء الله مش آخر تجربة. طيب إيه أكتر لوحة أنت حبيتيها فيهم؟ بصراحة أي لوحة برسمها بحبها وبتعلق بيها، يعني كل اللوح بتاعتي بحبها. طيب أنت قلتي لي الألوان المستخدمة دي فيها إيه الأول واحدة دي؟ قلم رصاص 6 بي، قلم واحد، يعني اللوحه دي كلها قلم واحد، بس بيعتمد بقى على الظل، وانه بتخففي ايدك، تخففي وبتقلي ايدك بحيث تعملي الظل، يعني اللوحه دي كلها بقلم واحد بس. طيب واللي تحت دي؟ الوان مائيه. مائيه؟ طيب اللي جنبها؟ الوان زيتيه. طيب كلمه الشكر تحبي توجهيها لمين؟ والله بشكر ناس كتير، يعني بشكر اولا الاستاذ سامي على تكريمه ليا النهارده، وبشكر اهلي وجوزي واصدقائي وكل اللي بيدعمني بشكره، يعني الحمد لله، وقبل اي حد ربنا سبحانه وتعالى. انا حقيقي فخوره بيكي بجد، اللوح كلها جميله، اتشرفت بيك. انا اكتر والله، ميرسي قوي، شكرا. ما زلنا داخل المعرض ونتعرف بالفنانه غادة سليمان. اهلا وسهلا بحضرتك. اللوحه بتاعت حضرتك بتتكلم عن ايه؟ اللوحة زي ما هي أساسا معمولة بألوان أكريليك ودمجة فيها كولاج. الفكرة الأساسية كانت عن فلسطين، معاناة الشعب الفلسطيني والأعلام
تلاحم الاعلام في بعض، كلهم متلاحمين مع العلم الاساسي الرئيسي ده كله، ده علم فلسطين. دي اعلام الدول العربيه الاسلاميه ملتحمين مع العلم الفلسطيني. الفكره طبعا يعني يا رب تكون وصلت ان احنا فعلا عشان نوصل لحاجه في لحل لقضايانا كلها، مش قضيه فلسطين بس، دي قضيه فلسطين، دي هي القضيه الاولى دلوقتي على الساحه. اكيد طبعا. التعاون الصح، التعاون الحق، يعني مش ده فكرتي اللي انا عايزه اوصلها، ان احنا اذا اتجمعنا كلنا، اتحدنا كلنا بكلمه حق بحكمه، هنوصل بالقضيه الفلسطينيه ان هي فعلا تدار صح. الله ينور عليك. لا زالت على حالها كده لان احنا مشتتين، كل واحد بفكر، كل واحد عايش لوحده بمصلحه منفصله عن التاني. طبعا كل واحد بقى معروف مين بالظبط ومين بيعمل ايه. تمام. حضرتك ممكن تقولي لي الالوان المستخدمه في اللوحه ايه؟ انا استخدمت الالوان الاكريليك. في الاساس انا عملت تاسيس بحيث انها تكون بارزه، الالوان دي بارزه، وبعد كده الالوان دي هي الالوان الناريه، الاحمر، احمر، اصفر، الوان الشمس، مع الالوان التانية اللي هي الالوان الازرقات اللي هي بيسموها يعني والاخضرات. حضرتك اشتركتي في معارض قبل كده؟ اشتركت كتير، ده يمكن المعرض ده الحاجه و30، لان انا خدتي جوائز اكيد طبعا. خدت جوائز وشهادات تقدير كتير، انا اشتغلت في اكتر من مجال. تمام. ربنا يا رب يكرمك ويوفقك ودايما يا رب متقدمه. ميرسي. سعيده جدا بلقائكم، وان شاء الله نتقابل في معرض. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي ان شاء الله باذن الله. شكرا. من داخل معرض فنانين في حب مصر، نتعرف بالاستاذ طارق سلام. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اللوحه بتاعتك بتتكلم عن ايه؟ هي بتتكلم عن الزياره من البندر يعني للريف من خلال الحنطور بقى، والزياره باينه في الحنطوره. حضرتك شاركت في معارض تانية؟ شاركت كتير من كام سنه كمان، يعني كل المعارض اللي كان فيها استاذ سامي ودكتوره فينوس والدكتوره علا، يعني شاركت في معارض كتير. بس اللوحه دي مميزه. لا بصي، الخلفيه واخدها من لوحه الفابي من 1800 وشويه، بس انا شلت منها الخلفيه، شلت منها حاجات وضفت ليها حاجات عشان ما تبقاش مسروقه يعني. والحنطور ده كان واحد بيوثق التراث، فمصور فوتوغرافي، فكان مصور الحنطور في الجماعه اللي فيه دول، فانا ضفت له برضه حاجات وشلت منه حاجات بحس يبقى. اللي عجبني ان اللوحه الاولانيه الخلفيه بتاعتها الاضاءه جايه من اليمين للشمال، ونفس اللوحه دي الاضاءه جايه من الشمال لليمين. فلقيتهم الاضاءه متسقين مع بعض، فبناء على كده عملتهم يعني. جميله ما شاء الله. الله يخليك يا فندم. شكرا جدا. سلام. مساء الخير، اتعرف بيك؟ معاك يا ابو زيد عبد الحليم النداوي. اهلا وسهلا يا ابو زيد. ممكن تقول لي اللوحه اللي فوق دي بتعبر عن ايه؟ وحضرتك انا عملت لوحتين، اللوحه الاولانيه عباره عن وقت الغروب، واللوحه الثانيه في وقت الشروق او في وقت الظهيره. فطبعا اللوحتين مختلفين عن بعضهم، طبعا هو الاثنين بيتكلموا عن الطبيعه. تمام. قول لي ايه هي الالوان اللي انت استخدمتها في اللوحتين؟ وانا بشتغل بالالوان البلاستيكيه. الوان بلاستيك. طيب انت قبل كده دخلت معارض ولا ده اول معرض؟ دخلت في المعارض كتير قوي، ومع الاستاذه علا ومع الاستاذ سامي، ومعارض كتير جدا، والحمد لله قررنا في جميع المعارض. يعني كان في هدايا وكان في دروع وكده؟ طبعا كان فيها هدايا وفي كل حاجه. طيب انا سعيده بيك والله. انت كلمه الشكر توجهها لمين؟ اولا اشكر السيده الحبيبه السيده والدتي ان وقفت معايا ودعمتني، وربنا يدي لها الصحه ويبارك فيها. وتاني الشكر اديه لمراتي زوجتي حبيبتي، اللي هي بصراحه لما اكون في المرسم بتاعي بتوفر لي جميع الطاقات الكويسه والموسيقى الهاديه وعبد الحليم حافظ والحاجات الجميله دي. واخويا وحبيبي الاستاذ محمود الجمل، واخويا وفارس ومحمد، والناس اللي هم الناس اللي شيلهم في دماغهم فوق. طيب بالنسبه انت تقولي لبابا ايه؟
فخر لي وشكرا جدا، ربنا يديله الصحة. وانت كمان تقول لبابا ايه؟ ان شاء الله تبقى في كل المعارض ده في السنين اللي جايه ويتكرم، واشكره على الاداء الرائع. شكرا ليكم جميعا. شكرا قوي. وما زلنا داخل المعرض ونتعرف على الاستاذ رمضان احمد يونس، معلم بالتربيه والتعليم من محافظه الفيوم. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. حضرتك اللوحه بتاعتك بتتكلم عن ايه؟ اللوحه الاولى بتتكلم عن الحضاره في الفيوم منذ العصر الفرعوني الى العصر الحديث. طب ايه الالوان المستخدمه في اللوحه؟ الوان اميه، الوان كليريك على قماش. تمام. حضرتك شاركت في معارض قبل كده؟ اشتركت في معرض في مكتبه مصر العامه بالدقي. طب هل ربحت على جوائز؟ ربحت على 4 جوائز، منها مكتبه مصر العامه بالدقي والاكاديميه العربيه بالفنون التشكيليه. طيب حضرتك بالنسبه للوحه الثانيه؟ اللوحه الثانيه دي بتعبر عن الحضاره الاسلاميه او الفنون الاسلاميه، وده الطبق النجمي. الطبق النجمي ده مكون من 12 ضلع او الدائره ال 12 ضلع. طيب المواد المستخدمه في اللوحه ايه؟ الالوان المستخدمه هنا الوان اسطر اللي هي الصبغات على الورنيش. طيب في نهايه اللقاء تحب توجه كلمه شكر لمين؟ اشكر الله تبارك وتعالى اولا على هذه النعمه العظيمه اللي ربنا اعطاني، واشكر طبعا اهلي واحبابي، واشكر برضه زملائي وكل من شجعنا على هذا العمل الانجاز العظيم. ماشي يا فندم، شكرا. والحقيقه كان كمان من الفنانين والفنانات المتميزات في المعرض الفنانه اماندا احمد طاحون من مدينه بنها، واللي كانت لوحتها مشرفه جدا، والفنانه حبيبه صوابي اللي نالت على اعجاب كل الجمهور. وكمان كانت من الفنانات المتميزات الفنانه كريمه احمد صادق، واللي لوحتها تميزت بقصة بطن الحوت. وكمان من الفنانات المتميزات اللي شاركت في المعرض دكتورة نهى عبد المحسن، دكتورة بجامعة جيزان بالسعودية. وأيضا كان من الفنانات المتميزات أيضا في المعرض الفنانة مريم أيمن يوسف، اللي كل مرة بتتحفنا بلوحة شكل وجميلة ومختلفة في الألوان والمنظور، وفعلا من روائع اللوحات اللي بترسمها. والفنانة ملك محمد النمر من محافظة الشرقية اللي أنا متبنيها فنيا، وما شاء الله عليها كل يوم هي في تقدم، وشاركت في المعرض بلوحات جميلة ورائعة. وكان من ضمن الفنانات المتميزات ايضا وهي من محافظه القليوبيه الفنانه ميرنا طارق خلوي، اللي هي في كليه التربيه النوعيه قسم تربيه فنيه، وفعلا نالت لوحتها على اعجاب دكتوره بنوس واعجاب كل رواد المعرض ودكتور عادل بدر. وما زلنا داخل المعرض ونتعرف بالاموره اماندا. قولي لي يا اماندا، اللوحه بتاعتك بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن البنت قاعده بتتامل في جو الليل. طيب ايه الالوان اللي انت استخدمتيها في اللوحه؟ الوان زيتيه. طيب اشتركتي في معارض قبل كده؟ لا، دي اول مره. تشتركي؟ ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب. يا رب. طيب انا عايزه ايه كلمه الشكر اللي انت ممكن تقوليها لمين؟ ماما وبابا. ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب. من داخل المعرض فنانين في حب مصر، نتعرف بحضرتك. انا اسمي حبيبه طارق، عندي 15 سنه. اهلا يا حبيبه. اللوحه بتاعتك بتتكلم عن ايه؟ دي بتتكلم عن انيميشن ودول فولكلور شعبي. الالوان المستخدمه ايه في اللوحه؟ استخدمت الالوان الاكريليك في الثلاثه. اشتركتي في معارض قبل كده؟ اشتركت في معرضين قبل كده. خدتي جوائز؟ طب تحبي توجهي كلمه شكر لمين؟ بحب اوجه كلمه شكر لاهلي اللي دعموني من كل قلبهم، وكلمه شكر لبابايا لان هو اللي ساعدني في اعمالي لوحدي. شكرا يا حبيبتي وبالتوفيق يا رب. اتعرف عليكي؟ انا اسمي كريمه احمد، فنانه تشكيليه ومدرسه ارت. طيب ممكن تقولي لي اللوحه بتاعتك بتعبر عن ايه يا كريمه؟ اللوحه بتاعتي بتجسد شخصيه سيدنا يونس عليه السلام الذي ذكر في القران سوره الانبياء، وهنا دعا ربه قال لا اله الا انت ربي سبحانك اني كنت من الظالمين. وهنا القمر يعتبر بيدل عن النور والامل طبعا وعكسه الظلام. وهنا ظل السفينه بتعبر عن المنحه في وقت الشده. وهنا طبعا الحوت كان ليه موقف عظيم طبعا، والذي مر به النبي عليه السلام وهو في بطنه. وطبعا هنا الايه بتدل على اكتر حاجه احنا بنستخدمها دايما الدعاء، ليه بتمر بينا باي منحه واي شده وهكذا. طيب قولي لي ايه هي الالوان اللي انت استخدمتيها في اللوحه العظيمه دي؟
بالنسبه لي الوان الاكريليك طبعا دمجت كذا لون في بعض. طبعا هنا يعتبر اللونين الاساسيين الابيض والازرق، وطبعا يعتبر كل دوت دمج الالوان في بعض. وطبعا الخيط طبعا والمسامير حاولت اعمل الخط العربي سترينج ارت عشان يكون حاجه مختلفه وجذابه والكل ينبهر بيها. فعلا جميله جدا والله وخطيره. ممكن تقولي لي ده اول معرض ليكي ولا انت اشتركتي قبل كده في معارض؟ لا، اشتركت صراحه في معارض كثيره جدا، ويعتبر من كذا معرض يعني، وعملت كذا موسوعه ليا في معرض كتاب القاهره الدولي، وطبعا اشتركت في معرض دار الاوبرا المصريه وجريده الاهرام وسياده الصاوي، ومعرض اللي هو معرض طيف في جامعه القاهره في تربيه فنيه، وغير الريشه الاعلاميه وغير حاجات كثيره جدا. ما شاء الله، ربنا يحميكي بجد، انت هايله. في كلمه شكر انت بتحبي توجهيها لمين؟ طبعا ده فضل طبعا ربنا طبعا عليا، ثم اهلي واصحابي وكل الناس اللي وقفت جنبي، انها دايما شايفه فيا امل وشايفه ان انا اقدر اكون فنانه، وبعلم طبعا اطفال في حاجه زي كده. شكرا ليكي. تسلمي يا ربنا. مساء الخير، اتعرف بيكي؟ مريم ايمن يوسف. اهلا يا مريم، ممكن تقولي لي اللوحه دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر منظر غروب من مصر، وبتعبر عن البدو والتخييم بتاع مصر. الفكرة انه مثلا اخد حاجة من الواقع واعملها لوحة وكده، يعني اخد الواقع وتحويلها العمل فني وكده، من الوان وورق العمل فني. طيب ممكن تقولي لي الالوان اللي انت استخدمتيها في اللوحة الجميلة دي؟ اويل باستل. تمام. دلوقتي انت اشتركتي قبل كده في معارض ولا ده اول معرض ليكي؟ لا، اشتركت قبل كده. يعني كان في جوائز قبل كده؟ طيب قولي لي انت بتحبي توجهي كلمة الشكر لمين؟ بحب اوجهها لربنا الاول، وبابا وماما وخاله اللي جاي معانا النهارده، والمنسق المعرض طبعا الاعلامي سامي الرسام، وبالتوفيق لكل المشاركين المعرض. شكرا ليكي. العفو يا قمر. للمعرض قابلنا الفنانة الصغيرة. اسمي ملك محمد الشحات سليمان النبي. اهلا يا ملك. كلميني عن اللوحة بتاعتك او اللوحات الجميلة دي. لوحاتي دي لوحة عن العيلة تعبر عن حنان الأم وحنان الأب، واللوحة التانية رسمت فيها نفسي، ودي عن الحضارة الفرعونية، حضارة مصر، فيها الأهرامات والخضرة والنهر النيل. ايه الألوان المستخدمة في اللوحة؟ دي مستخدمة فيها ألوان المية، ألوان الخشب، ودي برضو ألوان الخشب. طيب انت شاركتي في معارض قبل كده؟ شاركت كتير. خدتي جوائز؟ خدت شهادات تقديرية وخدت جوائز ودال. لما تكبري تحلمي ان انت تبقي ايه؟ أحلم ان اكون فنانة كبيرة واشرف حق عيلتي كلها. طيب تحبي توجهي كلمة شكر لمين؟ اوجه كلمة شكر لربي، واشكر بابا وماما عشان هم ساعدوني برضو وجابوا المستلزمات بتاعتي وجابوا مستلزمات الرسم والالوان، واشكر عيلتي كلها اللي هم ساعدوني برضو في اعمال اللوحة. ميرسي يا حبيبتي وربنا يوفقك. امين يا رب. مساء الخير، اتعرف بيكي؟ ميرنا خلوي، طالبة في كلية تربية نوعية قسم تربية فنية فنية تشكيلية. اهلا وسهلا بيكي. ممكن تقولي لي اللوحة اللي انت رسمها دي بتعبر عن ايه؟ هي اسمها هواجس، وهي بتعبر فعلا عن الهواجس ما بين تنقل الافكار من الفترات المختلفة، تنقلات الحياة السريعة، الافكار، المشاعر، الاختلاف ما بين الصفات الانسانية ما بين الشمس والقمر، زي اختلاف الابيض والاسود، زي كلها في نفس الهواجس، في نفس الفكر وكده يعني دي فكرة كانت جاية في دماغك وانت حبيتي تعبري بيها في اللوحة؟ ايوه يعني فكرة جت وحبيت ان انا اطبقها، يعني هي كاحلام او كمشاعر، فحبيت ان انا اوصفها في لوحة اكتر ما اوصفها بلساني. طيب ده اول معرض ليكي ولا كان في قبل كده معارض؟ لا، كان في معارض تانية شاركت فيها، كانت اذا كان معرض جامعة او الكلية، او حتى انا شاركت في معرض تراثنا تبع المجلس الاعلى للثقافة والتراث العربي بقيادة دكتور صفاء مختار طبعا. طيب يعني قبل كده كان في جوائز من المعارض دي؟ يعني كان في بعض المعارض اللي هو تبع الجامعة او الكلية كان ليها جوائز اذا كانت مالية او شهادات تقدير او اضرة، او كان في معارض ليها جوائز. طيب ممكن تقولي لي ايه هي الالوان المستخدمة في اللوحة؟ الوان زيت. الوان يعني هي الزيت بس اللي بتحبي تستخدميه في الوانك في لوحك كلها؟
لا انا بستخدم كله، يعني ممكن استخدم جواش او باستل اويل او سوفت، او ممكن استخدم اكريليك، بس المره دي انا مستخدمه زيت، هو الكمل الاقرب ليا بالنسبه لي. بس كلمه الشكر تحبي توجهيها لمين؟ طبعا بحب اشكر الدكاتره، وبحب اشكر الاستاذ سامي على الدعوه، وبحب اشكر طبعا عيلتي وصحابي، يعني كان في دعم كتير قوي من الناس حواليا. اتمنى لك التوفيق، شكرا كتير. اشكرك والله. وكمان كان من الحضور مشرف فعلا مع كل اللوحات الفنيه الجميله هي المشاركه الجميله جدا لاعمال الهاندميد والاكسسوار لفنانه الهاندميد الاستاذه امنيه زكي، وفنانه الهاندميد المتميزه في الشموع والمتخصصه في الشموع المعطره الطبيعية هي الفنانة رحاب العطار، واللي جولنا مخصوص من محافظة كفر الشيخ عشان يشاركوا في معرض فنانين في حب مصر. اتعرف بيكي؟ أنا أمنية زكي، فنانة الهاندميد كرشي. وحضرتك؟ رحاب العطار، مصممة هاندميد شموع معطرة وكونكريت. اهلا وسهلا بيكي. دلوقتي حضرتك انا كنت شايفه حاجات انت عرضها، ومن ضمنها اللي انت لابساه ده والورده الجميله اللي انا خدتها منك، والشكر ليكي. حضرتك بتشتغلي من زمان في الموضوع ده؟ بقالي اكتر من 10 سنين بشتغل في المجال ده، وفاتحه انا من محافظه كفر الشيخ، وجات لي دعوه من الاستاذ سامي الرسامي ان انا اجي احضر هنا في قصر الثقافه بتاع مكتبه القاهره، وفاتحه محل بقالي حوالي 7 سنين، وبشتغل في المجال ده بقالي حوالي 10 سنين اكتر في الحدود دي يعني ده مش اول معرض ليكي صح؟ بنزل معارض كتير ومعارض خاصة، وده يمكن ثالث معرض حكومة، لأن نازلة في أيادي مصرية، نازلة مع التضامن الاجتماعي، نزلت مع القوى العاملة، وآخر حاجة كان مع قصر الثقافة دسوق. طيب تحبي توجهي كلمة شكر لحد؟ طبعا الاستاذ سامي والمقيم على المعرض الجميل اللي احنا حضرناه النهارده، ومدام فينوس ست جميله جدا، دكتوره رائعه، ولحضرتك وكل الموجودين. شكرا لذوقك. طب ممكن اتكلم معاكي انت؟ اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي. طيب دي انت حضرتك بتشتغلي في الحاجات دي من امتى؟ بقالي تقريبا 6 سنين او 7 سنين. اشتغلت في حاجات كتيره جدا. اولا انا بتشرف بيكم جدا، بتشرف في البرنامج بتاعكم الجميل ده مع استاذ سامي طبعا. هاند ميد من الفنون الراقيه جدا اللي ليها صاحبها بيروح لها. انا اشتغلت في حاجات كتير جدا، واخيرا يعني استقريت على الشموع المعطره لسبب واحد، لان هي بتدي طاقه ايجابيه جدا، وبتدي انتعاش كده ليكي، وبتدي يعني كونتراست كده حلو للمكان يعني كده، وحبيت المجال ده، وان شاء الله باذن الله نستمر فيه ان شاء الله. بجد انت يعني بتعملوا حاجات فخر وحاجات جميله جدا، وانا سعيده والله اللي انا عرفتكم، وشرف ليا. في كلمه شكر تحب توجهيها لحد؟ طبعا اوجهها طبعا استاذنك اوجهها طبعا لوالدتي، لامي وابويا. طبعا هم بيساعدوني كتير، سبورت كتير قوي ليا. طبعا شكر خاص ويعني شكر جامد قوي للاستاذ سامي رسام، شخصيه راقيه جدا. اتشرفت بيه في البرنامج بتاعه، واتشرفت معاه كمان في المعرض ده، واتشرفت بيه كمان في قصر ثقافه السوق. وشكرا ليكم جميعا يا حبيبتي. شكرا ليكم، شرفتونا والله. ميرسي يا حبيبتي. كمان الفنان العالمي المبدع اللي بيشارك معانا دايما في كل المعارض الفنان كريم فوزي، وكان مفاجأة المعرض هو الفنان الرائع والجميل طارق محمد حطوم، وهو دارس فنون جميلة أو دارس في كلية الفنون الجميلة، وفعلا كانت لوحاته من اللوحات الأكاديمية المتميزة اللي بتحمل فكرة جميلة جدا وعظيمة، وكان لنا شرف وعظيم الشرف وجوده ده معانا في معرض فنانين في حب مصر. كان من الفنانات المتميزات أيضا كل من الفنانة سما مسامح اللي شاركت بلوحة جميلة وفنية رائعة، ومتخرجة من أكاديمية دكتورة أسماء محمد، والفنانة أمل حافظ، الحقيقة الفنانة الجميلة الرائعة اللي هي بتحب الرسم جدا، بتحب الفاشون، بتحب الديزاينر، وكمان حصلت على شهادة من الجامعة الأمريكية وهي الHR، ومتميزة جدا وبتسعى دائما لتعليم الرسم وفنون الرسم. وكمان كان عندنا من الفنانات المتميزات أيضا الفنانة أمامة هشام، وهي من دولة فلسطين وبتحب مصر جدا ومتأثرة بفنها جدا، عشان كده شاركت معانا بلوحة جميلة ورائعة بتمثل لينا جزء من المعاناة الفلسطينية في معرض فنانين في حب مصر. وبتتقدم بخالص الشكر والتحية والتقدير مع الفنانة
الفنانة أمل حافظ مع الفنانة سما مسامح. بخالص الشكر للدكتورة أسماء محمد للاهتمام بيهم وتدريبهم على أعلى مستوى وكمان حبهم في الرسم على إيديها. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ ازيك؟ ممكن أعرف اسمك؟ كريم فوزي جابر. أهلا يا كريم، ممكن تقولي اللوحة اللي أنت راسمها دي بتعبر عن إيه؟ دي شبكة فيها ألوان أحمر وأبيض ورمادي وأخضر وأصفر وبامبا. طيب الفكرة هي جات لك من وحي خيالك يا كريم؟ لا أنا شفتها في اسكندرية. طب ممكن تقولي إيه هي الألوان اللي أنت استخدمتها في اللوحة دي؟ ألوان أكريليك. طيب ده أول معرض ليك ولا أنت رحت معارض كتير؟ أنا اشتركت في معارض كتير. طيب كان في جوائز قبل كده؟ أخدتها في جابد السيتي. ما شاء الله. طب لو سمحت تقولي أنت كلمة الشكر بتاعتك هتوجهها لمين؟ أنا بوجهها صحفية عشان هي خلتني أقبل الدعوة بتاعها وأروح وأشوف سماح يسري وأشوف شريف هو المسؤول عن الجمعية مخصوص، هو وبقينا أصحاب وحبايب. وبشكر سامي هو بعت لي دعوة مخصوص وأنا بقول له ميرسي سامي إن أنت خليت إن أنا أجي الدعوة بتاعك. وانا بشكر ايفا هي ساعدتني في الرسم وانا بقول لها ربنا يخليها حبيبتي ربنا يخليها. انا بعمل كتاب اسمها رحلة فنان. يعني مؤلف كتاب كمان؟ بألف كتاب وحتى موجودة في المكتبة وموجودة في كل حتة. انت كده فنان شامل. انا متشكرة قوي على اللقاء الجميل ده. ميرسي. عفوا. اتعرف بحضرتك؟ طارق محمد حكوم. اهلا وسهلا يا استاذ طارق، ممكن تعرفنا اللوحه دي بتعبر عن ايه؟ اللوحه دي يعني بتعبر عن يعني ايه الفجر يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني ده من وحي الخيال حضرتك؟ طيب ممكن تقول لي ايه هي الالوان المستخدمه؟ لا دي جواش يعني يعني اللي تحت دي؟ دي ودي وجواش. تمام. ده أول معرض ليك ولا أنت اشتركت قبل كده؟ لا أنا يعني اشتركت قبل كده وبتاع يعني. طيب حضرتك كلمة الشكر بتحب توجهها لمين؟ كلمة الشكر يعني ليكم والله. تسلم يا ربنا يخليك. انا بقول يعني تحب تشكر مين ساعدك في اللوح؟ دي يعني كانت بايدي الشمال. تمام. والله العظيم 3 قسما بالله يعني بايدي الشمال وبعدين يعني حاولت ان اعملها وبتاع. الحمد لله الحمد لله. لا والله حضرتك اللوح جميله يعني ما شاء الله عليك، ربنا يحميك وانا سعيده قوي واتشرفت بيك. الله يخليك الله يخليك. شكرا. الف شكر بابا. من داخل معرض فنانين في حب مصر التقينا بالفنانه سما مسامح. اهلا يا سما، اشتركتي في معرض قبل كده؟ لا اول مره. طيب اللوحه بتاعتك بتتكلم عن ايه؟ عن النوبة والألوان الكتير وكده، حبيتها يعني عشان فيها ألوان كتير وأنا بحب الألوان. استخدمتي ألوان إيه في اللوحة؟ أكريليك. تحبي توجهي كلمة شكر لمين؟ لماما وبابا. شكرا. وكم من الفنانين المتميزين جدا اللي بيشاركوا معانا في المعرض هو الفنان والدكتور مدحت فتحي محمد. الحقيقة هذا الفنان الرائع صاحب الأخلاق العالية، صاحب الذوق الرفيع جدا في الرسم باستخدام الألوان والريشة والمنظور والظل والنور، ولوحاته فعلا اللي بيشارك بيها معانا في كل المعارض واللي بيتنال فعلا على إعجاب كل الجمهور بإحساسه ولمساته الرقيقة فعلا، لأنه بيحب الفن من جواه. الفنان مدحت فتحي
كان بيحصل على كل الدرجات النهائية في الرسم في الشهادة الإعدادية والابتدائية، وكمان حصل على أعلى الدرجات ونجاح باهر جدا في امتحان القدرات في الثانوية العامة، وحصل على المتقدم في ألفية الأزهر في المدارس والجامعات، وكمان شارك في معارض كتيرة جدا فردية وجماعية. والفنان مدحت فتحي حصل على شهادات تقدير كتيرة جدا ودروع تكريم كمان من كل المعارض اللي بيشارك فيها، وكمان من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، وحصل على كثير من شهادات الدكتوراه الفخرية، وهو باحث وأديب وعضو في نادي الأهرام للكتاب. أجمل منى ورق تحياتي للفنان والمبدع مدحت فتحي، وإن شاء الله يكون متميز معانا في كل معارض الفن التشكيلي اللي بيشارك بيها معانا في معرض فنانين في حب مصر. وكانت من أهم المشاركات في المعرض هي جمعية بطل حكاية، واللي بتقودها كابتن نعمة فتحي راضي. الحقيقة اللي كان معاها فريق متميز جدا من الموهوبين في الإنشاد الديني والغناء، واللي قدموا لنا فقرة جميلة جدا في منتهى الروعة والجمال. وكمان أنا قمت بتكريمهم على أعلى مستوى بشهادات التقدير ودرع التكريم لكابتن نعمة. مساء الخير، اتشرف بيكي كابتن نعمة. اهلا وسهلا بيكي، ممكن تعرفيني بحالك اكتر وبالفريق؟ انا كابتن نعمة لاعبة رفع اثقال. الحمد لله قدرت بفضل ربنا ان انا اكون فريق علشان نثبت للدنيا ان احنا موجودين واللي احنا بنقدر نعمل، ومفيش حاجه اسمها اعاقه، احنا قد التحدي. والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل فريق بطل حكايه، وفتحنا كمان جمعيه بطل حكايه لرعايه ذو الهمم عشان اطلع بيهم، عشان نعمل حاجه بيهم. وربنا كرمنا النهارده الحمد لله، واستاذ سامي حب يضيفنا معاه النهارده لفته جميله للاولاد. وانا معايا كلهم على فكره ابطال، يعني انا لعيبه رفع اثقال، معانا محمد العاب قوه وسباحه اعاقات متعدده، معانا محمد عبد الرحمن العاب قوه وسباحه وسله، ومعانا كلهم يعني كلهم الحمد لله واخدين بطولات في الجمهوريه كبيره جدا. وكمان الشغل النهارده اللي هم قدموه النهارده في المعرض، عملوا شغل خرز وشغل يدوي بمشغولات يدويه. وشكرا لتشجيعكم لينا ووقفتكم معانا لفريق بطل حكايه وجمعيه بطل حكايه. بصراحه العيال معايا فرحانين جدا لان كل الحاجه بتاعتهم اتباعت النهارده في المعرض. شكرا ليكم. طيب دعاء، تحبي تساليها ايه؟ كنت عايزه اسال حضرتك ايه الخدمات اللي انت ممكن تقدمها لهم عموما علشان يتطوروا اكتر ويتنموا اكتر؟ بصي، انا اول حاجه عملتها لهم، هم كانوا بيخافوا يتعاملوا مع الناس. اول حاجه اديتهم الثقه بالنفس، وبعد كده ابتديت انزل بيهم الشارع، لدرجه ان انا كنت بنزل بيهم على القهاوي، كنت بقعد بيهم على القهاوي لغايه الساعه 1 و2 بالليل عشان ما يخافوش من حد. بعد كده ابتدوا هم يجوني لوحديهم، ما كانوش بيخرجوا لوحديهم، اللي ما كانش يتكلم ابتدى يتكلم. باخد كل واحد منهم معايا يوم علشان يتعود على انه يتعامل مع الناس ويخرج، لغايه الحمد لله ما قدرت ان انا اقلمهم ان انتوا موجودين. كده كمان دكتوره نفسيه. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. ممكن تقولي لي ايه الكلمه اللي انت عايزه توجهيها للناس اللي وقفت جنبك؟ انا طبعا عايزه اشكر ناس كتير جدا وقفت جنبي وقدرت ان هي تدعمني وطلعوا معايا اول سلمه علشان ابقى كابتن نعمه واقدر ان انا اعمل فريق واعمل الجمعيه بتاعتي. هشكر طبعا استاذه يسرب واستاذه لميا والناس الاولياء الامور اللي معايا، ده لهم شكر خاص لان هم اولياء الامور، هم بطل كل حكايه، لان كل طفل معايا ليه حكايه. انا نفسي ليا حكايات كتير، عشان كده سميت الفريق بتاعي بطل حكايه، ولما اسست الجمعيه برضو سميتها جمعيه بطل حكايه. كل ام ليها معايا شكر خاص، لان هم دعموا ليا ووقفوا وشافوني انا بعمل ايه لاولادهم وحب ان هم يكملوا معايا. وبشكر استاذ سامي اللي جابنا هنا النهارده وتم تكريم الاولاد وتم تكريمنا، وبشكر كل الناس النهارده اللي كانت موجوده، بصراحه فرحوا جدا باللي احنا عملناه، ودعمهم للاولاد دوت خلانا قدرنا نعمل حاجات كتير، وان شاء الله مكملين في كل حاجه معاكم. شكرا ليكي. وكان من ضمن ضيوف الشرف اللي شرفونا ونورونا في معرض فنانين في حب مصر من المكرمين الفنان سيد ابراهيم الشهير بسيد اوكا ومهندس صبحي نصير. داخل المعرض قابلنا الاستاذ سيد ابراهيم. اهلا يا سيد، حضرتك اشتركت في معرض قبل كده؟ اشتركت في معارض كتير، منها مكتبه مصر العامه اللي في الزمالك ومكتبه الزاويه الحمراء تبع الاستاذ علا، واخيرا اخر حاجه في دار الاوبرا المصريه. طبعا حياتي كلها في دار الاوبرا المصريه وبحبها جدا، ويعني بفضل المعرض هناك على طول. يعني حضرتك بترسم لوح؟ حضرتك برسم تخصص كرتون، برسم كرتون، اشكال كرتونيه، اكيد الاطفال بتحبها، فهو المجال ده يعني
بيحبوه اكتر. بحب مشاركتي الفعاله على طول في المعارض. طبعا الاستاذ سامي لما بعت لي الدعوه وقال لي تكون موجود معانا، فانا ما تاخرتش، جيت من اسكندريه على طول طبعا، ومبسوط جدا انا مع الاستاذ سامي وكل الفنانين التشكيليين، انا بعزهم جدا كلهم اخواتي واصدقائي. تحب تقدم او تقول كلمه شكر لمين؟ هو اول حاجه طبعا كلمه شكر طبعا بهديه طبعا لاهلي، عشان هم داعمين دايما ليا في الفن التشكيلي، وانا اصلا كنت واخد المجال من صغري وهم معايا يعني فاهمني. انا في الاول كنت واخد الموضوع هاوي وكده، بس ما كنتش برسم كتير، بس طبعا اهلي طبعا واخواتي وكل اصدقائي طبعا قالوا انت شغلك حلو لازم تكمل، فتخصصت في الكرتون في رسم الاشكال الكرتونيه تمام، وابتديت بقى اقدم في معارض. فالحمد لله يعني خلال وسط الفن التشكيلي يعني قابلت نخبه من الفنانين التشكيليين كتير قوي اللي انا حبيتهم على المستوى الشخصي. وطبعا انا يعني عايز اوجه كلمه شكر طبعا لحضرتك بان انا اتواجد معاك النهارده، دي اصلا لحظه جميله في حياتي. طبعا انت شخصيه عظيمه جدا استاذه دعاء، وبالنسبه للاستاذ سامي وكل قائمين المعرض، وانا بصراحه بدي كل معرض درع التكريم اللي انا استلمته النهارده، فبدي لكل الفنانين الموجودين، وانا متشكر جدا لزي حضرتك ومتشكر جدا. شكرا. اتشرف بيك. مهندس صبحي نصير. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا مبروك على الدرع اللي انت خدته. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ده حاجه مشرفه ليا. طيب دلوقتي حضرتك جاي تدعم المشتركين، ممكن تكلمنا نبذه على الدعم بتاع حضرتك؟ والله انا جاي ادعم المشتركين الفنانين الصغيرين ذو الهمم وباقي الفنانين الموجودين حبا في مصر. ده اول معرض ليك حضرتك ولا انت على طول بتشترك معاهم؟ لا على طول بشترك في المعارض بس اول مره اجي معرض اللي في الزمالك المكتبه. ايه الكلمه اللي تحب توجهها ليهم حضرتك؟ والله انا عايزهم يستمر، كل واحد عنده موهبه يستمر فيها، والفن دي حاجه جميله و بيخرج الطاقه اللي جواه في اللوحه اللي بيعملها، وطبعا ده ابداع وخصوصا للسن الصغير افضل من حاجات تانية كتير. شكرا لحضرتك. كلمه الشكر تحب توجهها لمين؟ والله اوجهها للمنظم للمعرض الاستاذ سامي الرسام والاعلاميين الموجودين بدون ما اذكر اسماء طبعا عشان ما انساش حد، والشكر والتقدير لكم ولحضرتك. شكرا لحضرتك، شرفتنا والله. الله يكرمك، شكرا. كمان شكر خاص جدا للخطاط المبدع والرائع اللي شارك معانا في المعرض بلوحة رائعة جدا من الخط العربي، وهو الخطاط المبدع نصر طنطاوي. وشكر خاص جدا واللي شرفنا بالحضور منشد الرائع الجميل براء محمد كرم، مع كل اهله، مع والدته، مع عمه، مع جده، مع اخواته، مع كل اهله من قرية او مدينة كفر شكر الرائعة الجميلة، اللي انشد لينا في المعرض انشوده بصوته فعلا اللي نال على اعجاب كل الجمهور، لدرجه ان هم طلبوا منه ان هو يغني مره واثنين وثلاثه. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، أشكي لي منه أجدي وحالي وأقول لي من النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام
كل الشكر والتحية والتقدير لوكيل الفنانين دكتور رجب الديك صانع السعادة. كل الشكر والتقدير للفنان ناجي العرباوي المطرب الأصيل اللي قدم لنا فقرة جميلة جدا داخل المعرض. أنا بصراحة أحبك حبي مو معقول، واكثر دليل الغلاة غيرتي مرة. شوف دمعتي لهفتي حتى العيون تقول، شوف دمعتي لهفتي حتى العيون تقول. أحلى كلام أحفظه ويضيع من نظرة لما تقول لي أحبك، التفت بذهول من فرحتي فيك تخنق صوتي العبرة. لغبت أحس الدقايق في الغياب الطول، وتشب في غيبتك وسط الحشا جمرة. شكرا. والمطرب مدحت المصري والمطربة هند سلامة، المطربة فعلا المتميزة بصوتها الرائع والجميل. يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. يا حبيبي هواك جنني والشوق ملاني جراح، يا حبيبي هواك جنني والشوق ملاني جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح. وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي مشغول بيكي، هولع في نفسي يا قلبي وعينيا. لا اوعي يا روحي ده واجب عليا، من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك، من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لي أحبك، يا سلام على حبي وحبك. والمطربة هند محمد اللي أتحفتنا ببعض الأغاني الجميلة والرائعة واللي فعلا عملت وجود مشرف جدا داخل معرض فنانين في حب مصر برسم السعادة والبهجة على وجوه كل الموجودين. احنا برضو بتاع زمان اللي كنا واللي كان، احنا برضو بتاع زمان اللي كنا واللي كان، ليه باعونا لنسونا، ليه باعونا لنسونا قبل ما يقون الأوان، احنا برضو بتاع زمان. انا سقيت الشادي صافي وشلته ياما فوق كتافي، انا سقيت الشادي صافي وشلته ياما فوق كتافي، كنت بحسب طبع وافي، كنت بحسب طبع وافي، اتاريه يا عيني مالوش امان، احنا برضو بتاع زمان اللي كنا واللي كان، مش هيصعب يوم علينا ولا تبكي عليه عينينا، مش هيصعب يوم علينا ولا تبكي عليه عينينا، ربنا يعوض علينا، ربنا يعوض علينا، نلقى ناس فيها الأمان، احنا برضو بتاع زمان اللي كنا واللي كان، اللي باعونا اللي نسونا قبل ما يقون الأوان، احنا برضو بتاع زمان. شكرا.
كل الشكر والتحية والتقدير لكل فريق التنظيم في معرض فنانين في حب مصر، أخص بالذكر الإعلامية دعاء الكردي، الإعلامية اللي جات لنا مخصوص من محافظة الإسماعيلية عشان تشارك ببعض اللقاءات الجميلة في برنامج سامي والناس. كل الشكر والتحية والتقدير للإعلامية المتميزة جيجي محسن من محافظة الشرقية، واللي جات فعلا مخصوص عشان تشارك كمان مع زميلتها دعاء الكردي في عمل لقاءات داخل معرض فنانين في حب مصر. وشكر خاص جدا فعلا نابع من القلب للفنان والمصور العالمي الأستاذ علي حشيش اللي قام بتخطيط المعرض على أكمل وجه. كانت كل اللقطات والكادرات فعلا تميز فنان عالمي فعلا بمعنى الكلمة، وهو الفنان والمصور العالمي علي حشيش. كل الشكر لمن ساهم، لمن ساعد، لكل واحد عمل لمسة جميلة جدا داخل المعرض عشان يطلع بهذه الصورة المشرفة والجميلة. وفعلا أنا بقول لكم أنتم فنانين في حب مصر، فعلا أنتم الفنانين اللي أنجبتها مصر الجميلة الحبيبة اللي فيها ثقافة وفيها فن وفيها إبداع وفيها كل الفنون اللي علمت العالم. إن شاء الله يكون لنا معرض تاني وتالت ورابع وخامس من المعارض المتميزة اللي أنتم بتحبوها إن شاء الله بفكركم وآرائكم واقتراحاتكم. كل اللي عاوز يشارك معانا في أي معرض أو يتواصل معانا في البرنامج عليه إن هو يتواصل على الأرقام الموجودة على الشاشة، أو يبعت لنا كل ما يخصه على صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج سامي والناس، أو صفحة سامي الرسام، أو إن هو يتواصل معانا على أرقام الواتساب اللي موجودة على الشاشة. على أمل ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية، وإلى اللقاء.